اتفضل يا حبيبي الشاي. تسلم ايدك. انت عارفه بقى احلى كوبايه شاي بشربها اللي من ايد امي، بتبقى مظبوطه ظابطه. انما ايه، وماله يا عم، بس ايه رايك في الاكل بقى؟ ما تقوليش وحش. هو الصراحه مش وحش، لا بس برضه مش زي اكل امي. انا امي عليها شويه اكل. يا رب بقى، يا رب. اصل انا فاهمك يا هدى، انا عشان مدرس رياضيات فبحب كل حاجه تكون مظبوطه قوي. الملح، البهارات، كل حاجه. الوحيده بقى اللي بتعرف تعمل الحاجات دي مين؟ هي امي. ما تحاولي تتعلمي منها يا حبيبه الطبخ والحاجات دي كده. حاضر يا رامي حاضر. بص يا حبيبي انا هقوم انام، ماشي؟ ماشي، تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبتي. ازاي الشاي اللي بتعمله امي برضه؟ الشاي بتاع امي احلى. هدى، نعم يا رامي. هو انت كويتي القميص ده؟ اه يا حبيبي غسلته وكويته. امال عامل كده ليه؟ على فكره بقى، انا امي بتكوي احسن منك. انت عارف القميص ده بيطلع من تحت ايديها لما يتكوي ويتغسل كده كانه جديد. بتعلمي منها. حاضر يا رامي هتعلم منها. انا هقول لها تعلمك. ربنا يديها الصحه ويخليها ليا يا رب. يا رب يا رب. قربي مني كده. الله، الريحه دي جميله قوي. اخيرا في حاجه عجبتك؟ ده ازازه البرفان دي انا جبتها امبارح. وريني ايه كده. رايك؟ الله، جميله قوي قوي. نفس الريحه اللي امي بتحطها، انا بحبها قوي. حط منها على طول. حاضر يا رامي حاضر. انا هغير هدومي بقى ايه واخرج عشان ايه الحق مواعيد الدروس اللي في السنتر عندي. يلا مع السلامه. مع السلامه. يا رب يا رب. امي ماتت يا هدى. لا، ماتت وسابتني لوحدي. ادعي لها بالرحمه يا رامي، ادعي لها بالرحمه وتصدق عليها يا رامي. انا مش عارف عايش ازاي من غيرها. يا رب اموت، يا رب اموت. ما تقولش كده حرام عليك. قول إن لله وإنا إليه راجعون. اصبر كده واحتسبها عند ربنا وادعي لها بالجنة. انا لله وانا اليه راجعون. الصبر يا رب، الصبر. يلا يا رب. مش كفاية حزن بقى يا رامي؟ ويلا بينا عشان ناكل. ماليش نفس يا هدى، ماليش نفس. ادعي لها بالرحمة يا رامي، وبعدين أنا عاملة الأكل على الطريقة بتاعت ماما الله يرحمها. يلا بينا. يلا. بالهنا والشفا حبيبي، هودي الأكل واجيلك. يا رب يكون الأكل عجبك يا رامي، يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي. بالهنا والشفا. نفس اكل امي الله يرحمها. ربنا يرحمها. أهم حاجة إن أنت تكون مبسوط. اكلك بقى نفس اكل امي، حتى ضحكتك وريحتك. ربنا ما يحرمني منك يا هدى. اهو انت دلوقتي بقيتي متعادله مع امي في كل حاجه. أهو أنت مدرس رياضة بقى يا رامي، بس ما بتعرفش تحسب. أنا عمري ما هعرف أبقى متعادلة مع أمك في أي حاجة. ليه بتقولي كده يا هدى؟ عشان اللي الجنة تحت رجليها عمرها ما هتتساوي أبدا مع اللي هتكون رفيقتك في الجنة وبس. الأم تكسب طبعا. يعني عمرك ما زعلتي مني وانا بقارنك دايما بامي في الاكل واللبس وكل حاجه؟ بالعكس يا رامي، ده أنا ما كنتش بقول غير دايما يا رب يا رب. كنت بقول يا رب يا رب ازرع حب في قلب ابني زي ما زرعت حب جدته في قلب أبوه. كل اللي تمنيته ابني يحبني زي ما انت بتحب أمك وبترعاها. أنا كنت مبسوطة إنك بتعامل أمك كده، لأن اللي يحب أمه عمره ما يبيع مراته. ربنا يخليكي ليا، انت زوجه صالحه.